السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ انا النهارده هعمل سمك صحاب. انا بالاول بعمل البصله، بدعكها بالبهارات والملح وبلوحها شويه يا دوبك تتبل كده، احط عليها الطماطم وبعد كده الطماطم تتسبك ونيجي نرص الصحاب. دلوقتي هنعمل البصله شويه والرز ابيض اهوت جنبنا. الرز اهوت على النار هقلبه واوطي عليه. الصحافه بتتاكل بالرز الابيض، وانا دلوقتي هقلب الرز الابيض معاكم اهوت. هو نشف اهوت، ههدى عليه، هوطي عليه بقى يتردد وبعد كده ايه اطفي عليه. انا ناكل النهارده من اكس الكل، من اكس الكل حبيبه قلب ماما. هي جت تعمل الصحافه فقالت لي تعالي اعمليها صورينا، قلت لها حاضر يا ماما تحت امرك. هي هتتغدى هي وجوزها واولادها معانا النهارده، انما بقيه البنات ما جوش النهارده، هيجوا بقى بيبقوا يجوا يوم الجمعه كلهم، بس اميره بس اللي جت النهارده هي خلاص حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دلوقتي يا حبايبي هنزل الطماطم اهوت على البصله اصفرت اهيت معاكم زي ما انتم شايفين. هنزل عليها الطماطم اهو. حاطه بهارات ايه يا ماما؟ حاطه بهارات 7 بهارات، وحاطه كمون وكزبره وملح. ولو عندك شطه حطي، لو انت عندك، احنا عندنا الاطفال بقى ما بتعرفش تاكل بالشط فما نحطش الشط. وظبطي الملح بتاعك على حسب رغبتك. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي حبايب قلب الصلصه بتاعتنا اتسبكت اهي. ايوه دلوقتي انا حطيت بطاطس في الصحافه عشان بتدي طعم حلو للصحافه وبتحوش السمك ما يلزقش في الصحف. هحط معاكم دلوقتي الطماطم. دلوقتي الطماطم اهي بحطها قدامكم اهيت. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، بتخلي الطماطم ديت مسبكه، مش هتاخد سوا كتير وهتستوي على طول. يا دوبك هتشيل الصحافه على طول من النار. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش. دلوقتي يا حبايبي انا هرص معاكم السمك اهوت، القراميط اهيت زي ما انتم شايفين معايا اهوت. هحط دلوقتي رق سمك على الصلصه وهرجع تاني احط معاكم اغطيها بالطماطم. تنسوش بقى تقولوا رايكم في عمايل ماما. ايوه وتعالوا كلوا معانا ما شاء الله. ماما بتتحدانا. انا عملت معاكم الصحافه قبل كده، هي قالت لي لا انا هعملها معاهم وبتحداك. دي النهارده تحدي يا حبايب قلبي بيني وبين ماما. واشهدوا انتوا بقى، بس انتوا مش هتدوقوا الطعم، يا ريت تيجوا تشاركونا في الطعم. هي بصراحه شايفين اهوت ما شاء الله ما شاء الله، بألف هنا يا ربي للي ياكل سمك. ما شاء الله جميل سمك، احنا اللي صيدينه. ماما اللي صيداه. احنا اللي صيدينه، مش احنا مش شاريين. الديول والدماغ مع بعض والجزل مع بعض، عامله ان الدماغ في الصينيه والديول والصحاب والجزل في الصحف. بس الصحفه بيبقى طعمها احلى يا ماما. طبعا كتير. الفخار بيبقى احلى من الالموني. الوقت زي ما انتم شايفين اهوت، انا بحط الرق الطماطم اهوت تاني فوق الصحافه، يبقى كده طماطم تحت وطماطم فوق والقراميط في النص. زي ما انتم شايفين اهوت يا حبايبي، السمك ما شاء الله ما شاء الله جميل جميل جميل. زي ما انا قلت لكم كده احنا مش شاريين، احنا صيدين. زي ما انتم شايفين معانا اهوت ما شاء الله ما شاء الله. دلوقتي يا حبايبي انا رصيت خلاص وحطيت الصلصه على القراميط، ودي الشكل النهائي اللي قبل ما احطها في الفرن. وهوريكم الرز. خلاص انا هطلع دلوقتي احطها في الفرن دلوقتي بره في السطح، مش هحطها في فرن البوتاجاز عشان بيحرر الشقه، هطلع احطها بره. هوريكم الرز دلوقتي اهوت، هو استوى خلاص واطفي عنه واخد الصحافه واطلع بره خالص بره الشقه اسوي السمك. وده الرز كمان خلاص استوى اهوت زي ما انتم شايفين، استوى خالص خلاص اهوت. هطفي عنه وهطلع بقى معاكم نعمل السمك.
ماما عامله الرز ده من غير اي زيوت يا حبايب قلبي. رز من غير زيت ومن غير اي حاجه، رز ابيض دوبك غسلته وحطيت الملح وسويته على البوتاجاز. احنا بنحبه كده مع السمك. احنا دلوقتي حطينا اهوت في الفرن الصحافه، وحطيت برنجان مشويه. ماما مدمنه بتنجان مشوي. انا بحب البرنجان مشوي، بعمله بالطحينه وبناكله بيبقى جميل. وزي ما انتم شايفين يا جماعه اهوت على ما يستوى وهبقى اوريه لكم تاني. احنا بنعلي الفرن من تحت على العالي، وبعد لما بيغلي بنقوم مهدينا النار. انا مش استوى على اللي هي دي بعد كده. انا مش عارفه بصراحه هي الاضاءه واضحه ولا لا، الصوره واضحه ولا لا، لان احنا بره والاضاءه عاليه في الشارع. كده يا حبايبي هي انا طلعتها من الفرن اهي وبقت جميله زي ما انتم شايفين. شفتوا عامله ازاي؟ شفتوا الحمار بتاعها جميل ازاي؟ جميله جميله جميله، وريحتها ما شاء الله، ريحتها جميله قلب الدنيا كلها والله العظيم. كانت واحنا قاعدين في السطح كانت ريحتها فظيعه بصراحه. تستحق التجربه وتستاهل بقكم بصراحه، تحفه من الجمال ما شاء الله. تسلم ايديك يا ماما. تسلم يا حبيبتي. وده النهارده ان شاء الله هيبقى غدانا. احنا لسه رايحين نتغدى، احنا اتاخرنا، النور كان قاطع، الكهرباء كانت قاطعه، فجت لسه بعد الساعه 2:30 كده. فبصراحه احنا ميتين من الجوع وقعنا، كنا مستنيين عشان نعمل الطماطم بتاعت السمك. وكده يا حبايبي خلاص احنا خلصنا وحطينا الاكل على السفره، والسمك زي ما انتم شايفين اهوت، والرز وجرجير. ده السمك ورز ابيض من غير اي حاجه، يا دوبك غسلناه بميه، والله مفلفل وجميل. غسلناه بميه بس وبالملح ونقعناه وطبخناه، عشان انا ما بحبش احط زيت على الرز بتاع السمك ولا اي حاجه ولا سمنه ولا حاجه، بنحبه كده. وجرجير، وده كان هيكون غدانا النهارده ان شاء الله. يا رب الحلقه تعجبكم، ولايك عشان خاطر ماما. عشان خاطر ماما تعبت بجد والله. وصلوا الفيديو ده لاعلى نسبه مشاهده عشان خاطر ماما. تسلم ايديكي يا ماما يا رب، ودم لمتنا حواليكي يا رب ويخليكي لينا. يلا يا حبايب قلبي، اشوف وشكم على خير ومع الف سلامه.